ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. لو لسه اول مرة تشوفني واول مرة تتابع فيديوهاتي على اليوتيوب، ادخل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه ان شاء الله. هنتكلم النهاردة في مباراة القمة بين نادي الاهلي ونادي الزمالك في القمة رقم 125 في الدوري المصري. القمة اللي هتتلعب دي بكرة ان شاء الله في تمام الساعة 8:30 مساء. هتبقى القمة رقم 125 في الدوري المصري. لعبوا قبل كده مع بعض 124 مباراة بالتمام والكمال. النادي الأهلي كسب 47 مباراة ونادي الزمالك كسب 27 مباراة. التعادل كان ما بينهم في 50 مباراة بالتمام والكمال. مباراة القمة مش بيستناها بس الجمهور المصري وجمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الزمالك، لأ، مصر كلها بتتفرج على المباراة دي بمختلف بقى أطيافها وتشجيعها وانتماءاتها. كل مصر واللي ليهم في الكورة في مصر في اليوم ده بيتفرجوا على المباراة دي. ليه؟ من أهميتها. المباراة دي زي ما قلت في فيديو قبل كده، والمباريات التنافسية بين الفرق اللي بتنافس على الدوري زي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، المكسب فيها مش بيبقى ب3 نقط، يعني المكسب بيبقى ب6. هتقولي ازاي ب6؟ هقولك انا ازاي. انت لما بتكسب منافس اللي ليك اللي موجود معاك اللي بينافسك على الدوري، بتفرق عنه 3 نقط وبتعطله، لان انت كسبانه في ماتش بينك وبينه. يعني انت كسبانه في ماتش بينك وبينه، مش كنت بتلعب فرقة تانية. فانت لما بتكسبه بتاخد 3 نقط وبتعطله، هو بترجعه ورا 3 نقط. ممكن فرقة تانية تكسب تعديه بنقطة، تتعادل معاه ويبقى فرق عنه في الأهداف، فأنت بتعطله كمان ب3 نقط. فهو ده الفكرة، ان المكسب في المباريات دي بيبقى ب6 نقط. انت هتفرق بالصدارة. يعني نفترض ان مثلا هقول لك ان الزمالك كسب. الزمالك دلوقتي بيحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بيراميدز 27 نقطة في المركز الثالث، فيوتشر 30 نقطة، النادي الأهلي 31 نقطة. فيوتشر مركز تاني 30، النادي الأهلي 31 نقطة في المركز الأول. طب فرق بين الأهلي والزمالك دلوقتي كام؟ من 31 ل 26، 5 نقط. لو النادي الزمالك كسب هيبقى 29 نقطة، هيبقى الفرق نقطتين. تمام؟ فلو جاء النادي الأهلي سافر كأس العالم للأندية والزمالك لعب ماتش في الدوري وقدر يفوز، فهياخد 3 نقط على 29، هيبقى 32. 32 نقطة وانت عندك 31 نقطة، تبقى انت مركز تاني بس لسه فاضل لك ماتش. نفس اللي حصل الموسمين اللي فاتوا بالظبط. هو بيفرق عنك وانت بيبقى ليك مطوشة، انت اللي يعني ده انت ليك مطوشة، المفروض هخش اكسب بقى عشان افرق وأعديه. لأ، كنت بتبقى محطوط تحت ضغط مباريات دايما 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 على طول كده، مباريات ورا بعضها بقى عشان تلحق تعاود. والزمالك ساعتها في موسم من المواسم مرتضى منصور طلع قال لك أنا مش مكمل الدوري غير لما الفرقة اللي لسه ما لعبتش بقية مؤجلاتها تلعب. فقعدت تلعب في ضغط مباريات مستمر، فضلت تفقد في نقط ورا بعض، يعني بطريقة غريبة، وخسرت 2 دوري بسبب الموضوع ده. ففكرة ان النادي الاهلي، يعني انا كاهلاوي، انا بتكلم انا كاهلاوي، انه يخسر المباراة دي هيحط نفسه في مشكلة وفي خانة زي ما بيقولوا كده في الضمنة، خانة اليك، اتقفل عليك يمين شمال. والزمالك مش هيلعب بس في الدوري وانت في كاس العالم للانديه ماتش، ممكن يلعب ماتش واتنين. فانت هتحط نفسك في ضغط جامد. لو كسب الماتشين مثلا هيبقى فرق عنك بكام؟ ب4 نقط. فانت هترجع بقى، بص، يعني مضغوط ضغطة من الكتاب كالنادي الاهلي. الحل التاني اللي هو ان النادي الاهلي يكسب. ليه بقى يكسب؟
لو النادي الاهلي كسب وفي فرق 5 نقط وعليهم 3 نقط اللي هو بتوع مكسب المباراة القمة، هيبقى 8 نقط. فهتبدأ تسافر كأس العالم وانت مستريح. يعني هتسافر كأس العالم وانت مستريح جدا جدا جدا. ومفيش حد يختلف على الكلام ده. يعني انت لو دلوقتي فارق ب8 نقط عن الزمالك هتبقى مستريح. هتقولي ما هو مش الزمالك دلوقتي المنافس ليك على المركز التاني. انا بكلمك ان الزمالك دايما منافس للنادي الاهلي على الدوري مش على المركز التاني. لكل مقام مقام. يعني فيوتشر وبيراميدز الناس دي فرق جديدة وعلى عينه وعلى راسه وبتقدم مستويات كويسة وزي الفل وزي ما انت عايز تقول قول. لكن انا بكلمك على الفرقة اللي بتنافس النادي الاهلي على الدوري، اللي بيبقى نافس طويل، واللي بينافس النادي الزمالك. انت هيبقى فرق بينك وبين فيوتشر كام؟ من 34 لو كسبت الزمالك ل30 فيوتشر هيبقى 4 نقاط. فالعملية سهلة للفيوتشر، بس مش فيوتشر اللي ربنا يوفقه وربنا يوفق علي ماهر أولا وكل الفرق. بس أنا بتكلم في نقطة إن الزمالك هو المنافس الرئيسي للنادي الأهلي على الدوري. فمفيش غنى عن الفوز في مباراة القمة رقم 125. وزي ما قلنا هما لعبوا قبل كده مع بعض 124 مباراة. النادي الأهلي كسب في 47 مباراة والنادي الزمالك كسب في 27، والتعادل ما بينهم كان في 50 مباراة. اللي هيكسب بقى الفريق اللي هيكسب، زي ما كلنا عارفين الفرقة اللي بتكسب في المباراة دي جمهورها مستريح، ينام مبسوط، هيقعد لحد ما يقابلوا تاني بعض يحفل على الجمهور التاني. يعني نفترض ان الاهلي كسب، جمهور الاهلي هينام مبسوط والدنيا هتبقى رايقه والغزاله رايقه والدنيا زي العسل، وهيفضل يحفل على جمهور الزمالك زي ما بنشوف على السوشيال ميديا لحد ميعاد المباراه اللي جايه بينهم في الدوري بقى في الكاس زي ما تيجي. لو العكس الزمالك كسب، جمهور الزمالك هينام مستريح وهيفضل يحفل على جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه لحد ميعاد المباراة الجاية. طب لو حصل بقى تعادل، لا تعايرني ولا عايرك، الهم طيرني وطيرك. يعني ما فيهاش حيل بقى اللي هو انت تحفل عليا وانا احفل عليك، ملهاش لازمة. احنا طالعين متعادلين مع بعض. وبكده يعني تكون ملخص مباريات القمة كلها بتبقى في شد عصبي بيحصل ما بين اللعيبة، ضغط المباراة، الضغط الجماهيري، تبقى مباراة جماهيرية جدا جدا جدا. وهيحكم المباراة دي طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة الحكم سلافوكو فينتشيتش. ده حكم يعني كان الإعلامي يحيى الكومي كان حذر منه لاعبي الفريقين. هو حكم في مسيرته 391 مباراة، أشهر 1644 كارت أصفر، 56 حالة طرد مباشر غير مباشر، 56 حالة طرد غير مباشر، 43 حالة طرد مباشر. احتسب خلال مسيرته في 391 مباراة 92 ضربة جزاء. حكم يعني ما بيخافش وما بيترددش في الكارت الأحمر عامة. هو حكم معروف كده في الكارت الأحمر ما بيترددش. يعني انت ما تروحش تعترض عليه، انت ما تروحش تعترض عليه. هو كان تحذير للاعبي الفريقين، انا مش بتكلم على فرقة واحدة. احنا عايزين المباراة تطلع بشكل حضاري جدا زي مباريات الكلاسيكو وريال مدريد وبرشلونة، الليفر والسيتي، الناس التقيلة دي. المباراة بتطلع بتبقى 100 فل و10 والجماهير مبسوطة، الخسران مبسوط من أداء فرقته ومن التزام فرقته، والكسبان مبسوط، والدنيا بتبقى زي الفل. احنا برضو عايزين الماتش يطلع كده زي الفل والناس ما تتكلمش علينا وهمجية والكلام ده.
اللي هو محدش يروح يعترض على الحكم، هو احتسب حاجة، خد قرار في حاجة، خلاص هي خلصت، ده الحكم هو شايف كده خلاص. انا بالنسبة لعمنا سلافوك ده فينتوشيتش، يعني هو عنده 42 سنة، حكم صارم جدا على الساحة في المباراة، يعني ما بيهزرش. زي ما قلنا أشهر 1644 كارت أصفر في 391 مباراة. الراجل ده جاحد، يعني لو جيت تقسم الرقم ده على عدد المباريات اللي حكمها هتلاقي إنه مطلع في الماتش الواحد حوالي كتير، يعني بتاع 3 كروت صفر، 3 كروت 4، حاجة كبيرة يعني. فبالنسبة للاعبي النادي الأهلي والزمالك، عايزين المباراة تطلع بشكل لائق وبشكل حضاري، والتوفيق دايما كده للكرة المصرية إنها تكون في تطور. وإن شاء الله ربنا يوفق النادي اللي يكون جاهز ومستعد ومركز للمباراة، وإن شاء الله المباراة تطلع بشكل كويس. وده كان ملخص أو قبل مباراة القمة 125، وأشوفكم في الفيديوهات جاية كتير إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.